عارف لما تلاقي الأسعار طالعة نازلة والدولار بيتشقلب والناس بتقول البلد فيها تضخم وكساد وركود وانت مش فاهم أي حاجة في مية البطيخ. طب ايه رأيك نحلل الموضوع بطريقة بسيطة؟ الاقتصاد مش حاجة معقدة زي ما الناس فاكرة، ده أساس حياتنا اليومية، سواء كنت فلاح تاجر موظف أو حتى طالب. تعالوا كده معايا نفهم الاقتصاد بأسلوب سهل وبلدي كده. أول حاجة نبدأ بيها يعني إيه اقتصاد؟ بص يا سيدي، الاقتصاد هو ببساطة الطريقة اللي بنوزع بيها الموارد اللي عندنا، سواء فلوس منتجات أو حتى المجهود بتاعنا. يعني إحنا معانا حاجات محدودة جدا ولازم نتصرف فيها بحكمة عشان نكسب منها أكتر ونعيش أحسن. تخيل عندك حتة أرض بتزرعها، ولو زرعت قمح هتكسب بشكل معين، ولو زرعت فاكهة هتكسب بشكل تاني، ولو أجرتها لحد تاني ممكن تكسب من غير ما تتعب. الاختيارات ديّة هي اللي بتحرك الاقتصاد. طب مثلًا تعالَ كده أقول لك شوية أمثلة في حياتنا اليومية. مثلًا هادّيك مثال، تخيل معايا فلاح عنده أرض كان بيزرع قمح وبياخد منها مكسب كويس، فجأة أسعار القمح نزلت جدًا، والفلاح بقى محتار يبيع بالسعر الجديد ويخسر والّا يخزّن لحد أمّا السعر يعلى. هنا الاقتصاد بيشتغل، العرض والطلب بيحددوا الأسعار، ولو زاد إنتاج القمح السعر هيقل، ولو الإنتاج قل السعر هيعلى. هادّيك برضه مثال تاني، فاكر لمّا سعر الطماطم بيوصل 20 جنيه وبعدها بأسبوعين يبقى ب5؟ ده لإن في حاجة اسمها دورة السوق، لمّا الفلاحين يزرعوا طماطم كتير المعروض بيزيد والسعر بينزل، ولمّا يقل الإنتاج السعر بيعلى. هتسألني هي ليه الأسعار بتزيد وتقل؟ تعالَ أفهّمك مصطلحين، التضخم والركود. لو الحكومة طبعت فلوس كتير من غير ما يكون في إنتاج يقابلها، الفلوس هتبقى موجودة بس قيمتها هتقل، ودي اللي بنسميه تضخم. يعني نفس الجنيه اللي كنت بتشتري بيه حاجة هيبقى محتاج 10 جنيه عشان تشتري نفس الحاجة. أما الركود فهو العكس تماما، لما الناس تبطل تشتري والشغل يقل المحلات تفضل البضايع بتاعتها راكدة، فيحصل إيه؟ ركود اقتصادي. طب هتسألني كل ده بيأثر علينا إزاي؟ لو الأسعار غلت المرتبات ثابتة والشغل قل الناس بتتعب وتبدأ تشتكي. لما الجنيه المصري يبقى ضعيف قدام الدولار الأسعار بتزيد لأننا بنستورد طبعا حاجات كتير من بره. لما الإنتاج يزيد والشغل يتوفر الناس هتعيش أحسن، ودي اللي بنسميه نمو اقتصادي. طب هتقولي في الآخر إيه الحل؟ هقولك الحل يا سيدي، الاقتصاد مش حاجة بعيدة عنك، هو السبب إنك بتلاقي الحاجة غالية أو رخيصة، الشغل متوفر أو قليل، الفلوس اللي في إيدك بتكفيك ولا بتخلص بسرعة. خليك متابع دايما الأخبار الاقتصادية، ولو عندك مشروع صغير ركز على فكرة العرض والطلب عشان تكسب كويس. لو انت عجبك الفيديو منساش تعمل لايك واشتراك في القناة واستناني في الحلقات الجاية عشان أبسط لك الاقتصاد والبيزنس بأسلوب بسيط.